البارح مع 10 الصباح خرج مقال اللي هو هذا من صحيفه ماركا الاسبانيه كيقول ان الوداد كيدخل في سباق التعاقد مع كريستيانو رونالدو، خصوصا بعد ازمه النتائج اللي عاشها النجم البرتغالي هذا الموسم هذا مع النادي ديالو النصر. زيد على ان الوداد غيكون في مونديال الانديه وتكون فرصه باش كريستيانو يشارك في هذه المنافسه هذه. ماشي على الصحيفه اللي كتبت فقط، بل الحساب الرسمي ديال الوداد عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي يلوحوا واحد الريل واحد الشورت واحد تيك توك اللي هو هذا كيبينوا فيه انه كاين تعاقد جديد للنادي من جنسيه برتغاليه، يعني نفس النهار اللي كتبان فيه الشائعه ديال كريستيانو كيتعلن انه غيتم التعاقد مع نجم برتغالي. دونك اغلبيه غيقولوا هو كريستيانو، بصح هاد الشائعه ماشي كذوب، لو هادشي مع وقوع الشائعه خلات كلشي يتحفز للصحه ديالها وكلشي يزيد يتانتريسا واش هادشي يقدر يوقع فعلا. ماشي هادشي فقط، الا شفنا الظرفيه حتى هي ديال ان نادي الوداد في الفتره هذه كيقلب على تدعيم الفريق باش يوجد المونديال الانديه اللي كتمناو ليه كل حظ فيه، فين طاح في واحده من اصعب المجموعات فين جمع كل من مانشستر سيتي اليوفنتوس والعين الاماراتي. يعني ضروره تدعيم الفريق هي الاولى، ونجم كريستيانو ماشي غيدعم الفريق هجوميا بل غيعطيه صوره عالميه وتتبع فرا الجمهور اللي كيحرك رونالدو اكثر من اي دوري، يعني غيحظوا بتتبع خيالي. يعني صوره النادي غتاكسبورتا عالميا. النادي الوداد الرياضي هو فريق كبير وهو مشارك في هذه النسخه هذه ديال كوب دي موند، لان انا اي لاعب كيتمنى يلعب في هذه كوب دي موند، ماشي بوابه الوداد بالضبط مع اي فريق، ولكن يشارك في هذه النسخه هذه لان رونالدو فان كارير ديالو النهايه ديال ما هذا الكاس هذا ما نظنش يبقى يشارك فيه عاوتاني، لان فان كارير ديالو كما قلت اخر عام ديالو هو هذا. وتسلي كيقلبوا عليه كاع النوادي، وما بين النجوم من غير كريستيانو اللي كيروجوا ولا يقدروا يلتحقوا بنادي الوداد كاين بيدرو لاعب السابق برشلونه كيلعب في لاتزيو حاليا اللي داير سيزون زوينه، كاين بنجامين ميندي اللي تعقلوا عليه كان في نادي مانشستر سيتي وقع عليه مشكل الى اخره اللي خرج منه وتحقق بلوريون، بحال كاين في زيورخ السويسري كاين فينسون ابو بكر اللاعب الكاميروني اللي كلشي شاف البيت ديالو ضد البرازيل في قطر، اللي حاليا ما عنده حتى شي كونطرا ما عنده حتى شي نادي حيت انه يلاه صل الموسم مع هاي سبور التركي دابا هو ليبر. دونك عندنا بيدرو ميندي ابو بكر وحتى البارح رونالدو هما الاسماء اللي كيروجوا ولا يقدروا يدعموا الوداد، اسماء انترناسيونال. بيسوغ كاين اخبار اخرى ديال رجوع النجوم اللي كانوا في الوداد الى اخره، مي انا كندوي على الانترناسيونال. هادشي فيما يخص الوداد. اما فيما يخص كريستيانو فراه كيعيش حاليا واحده من اسوء الفترات ديالو مع نادي النصر، خصوصا بعد الاقصاء من الدومي فينال ديال كاس اسيا، فقدان الدوري صافي ما يقدروش يديوه، وحتى المركز اللي جاو فيه في الدوري ما غيتاهلوش لكاس اسيا العام الجاي، امر اللي خلى فئه كبيره من الجمهور طالب بخروج كريستيانو رونالدو من نادي النصر السعودي. كريستيانو برا فاين يصير فينا، كريستيانو برا امك بكف الطرفيات علينا برا الدوري يخضع للاتحاد. فينا تيراجع ايضا للصالير الطالع اللي كيتقاضاه، راه رونالدو كيتخلص معايا مزيان 275 مليون دولار في السيزون الواحده في العام، اللي هي 22 مليون في الشهر، 7 مليون دولار في السيمانه ومليون دولار في النهار. تخيل نعطيك مثال، لامين يامال كيتخلص 2 مليون في العام قبل ما يجدد، رونالدو 275، يعني يقدر يشري النوادي ديال نص افريقيا عاد بوحدو. دابا السؤال، امتى النوادي اللي مشاركين في كاس العالم دوك 32 يقدروا يديروا ديك الفتره ديال التعاقدات اللي اكسبسيونيل اللي حصريه لهم؟ فيفا كيف ما قلنا غتفتح انتقالات من نهار واحد في شهر 6 باش النوادي العالم مشاركين في كاس العالم يقدروا يشريوا اي لاعب بغاو ويتعاقدوا مع اي لاعب بغاو في هذيك الفتره هذيك، حيت المنافسه في امريكان غتبدا نهار 14. فشكون هما التعاقدات اللي غنشوفوا عند ممثل المغرب نادي الوداد؟ واش بصح واحد منهم غيكون كريستيانو؟ اجيو نشوف. اللي عندنا اوفيسيال هو انه كاين اهتمام من نادي الوداد ولا بالاحرى سؤال من طرف الوداد على رونالدو. هادشي اللي كونفيرماه نيت احد ممثلين نادي الوداد فين قالوا انه سولوا اونطوراج اللاعب، ولكن اللي اوفيسيال نقول لكم دابا انا حصريا كنقول لكم انا لي كونفرساسيون كان هكاك على سؤال دايز، سؤال بدون نيه صريحه بالشراء ولا بالتعاقد. لذلك فرقدهم رونالدو الوداد يستحيل وما كاينش ولا اساس له من الصحه. ويمكن هذا الخبر اللي نشرته ماركا يمكن تدعم ولا تدارب باش يتم دعايه النادي وهو على ابواب كاس العالم للانديه، وعلاش لا مع خبر ديال الوداد مهتم برونالدو يقدر يموتيفي نجوم اخرين انهم حتى هما يقبلوا انهم يجيو للوداد، يعني يتم تحفيز نجوم عالميين.